غلق 1766 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق و514 مركز للدروس الخصوصية في الغربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أنه قد تم غلق عدد 1252 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة في الفترة من الأول من ديسمبر الماضي وحتى الأول من يناير الجاري في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم غلق 365 محلا و51 سوقا و132 مطعما و205 مقهى و201 ورشة و298 منشأة أخرى بنطاق محافظة الغربية. كما أشار المحافظ في بيان له أنه تم غلق وتشميع 514 مركزا للدروس الخصوصية خلال 10 أيام تطبيقا لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصا على صحة وسلامة الطلاب. وأهاب محافظ الغربية بأصحاب المحلات والمقاهي والورش بالالتزام بمواعيد الفتح والغلق الجديدة تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدا على أهمية الابتعاد عن التجمعات وخاصة بالأماكن المغلقة حرصا على الصحة العامة في ظل عودة انتشار فيروس كورونا.